عمرك سألت نفسك أنت محصّن نفسيًا والّا لأ؟ الحقيقة إن الفصول النفسية دي محتاجة طوبة على طوبة كده علشان تقدر تبني الحصن اللي يخلّيك مش سهل اختراقك ومش سهل حد ييجي بعقده النفسية يأثّر عليك أو يأذيك بشكل أو بآخر. أول طوبة في حصنك النفسي إنك تبقى عارف نفسك كويس، الحقيقة اللي مش قادر يفهم هو بيحب إيه وبيكره إيه هيسمح لأي حد يشكّكه في نفسه. تاني طوبة في حصنك النفسي اتعلّم تقول لأ من غير تأنيب ضمير. الحقيقة إن كلمة لأ عمرها في حياتها ما كانت قسوة، الحقيقة إن كلمة لأ احترام لحدودك ولصحتك ولوقتك. الطوبة التالتة حاول تفلتر علاقاتك، الحقيقة الناس نوعين، ناس بتحييك وناس بتعرف تمُص طاقتك، والحقيقة إن حصنك النفسي ده مش دار ضيافة نفتحه كده لكل اللي رايح واللي جاي. رابع طوبة في حصنك النفسي ما تصدقش كل فكرة تيجي في دماغك، لإنه الحقيقة إن مش كل خوف حقيقي ولا كل شك منطقي ولا كل رأي بيتقال عنك يمثلك. خامس طوبة في حصنك النفسي اسند نفسك على قيمتك الحقيقية مش على إعجاب الناس، الحقيقة اللي بيعيش علشان الناس بتسقف له هيقع أول ما الناس تبطل تسقيف، والحقيقة إن الحصن النفسي ده مش بيتبني في يوم، بس كل مرة هتختار فيها نفسك تحط طوبة في جدار حصنك النفسي. الحقيقة إن إحنا طول الوقت معرضين لتقلبات الناس المزاجية وأهوائهم وعقدهم، ولو حصنك النفسي مش متين صدقني جدا أنا سهل اختراقك. حاول تبني حصونك النفسية عن وعي كده. أنا نرمين هيكل ودي لحظة وعي ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر اللي بعدها.